يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. رجعنا لكم فيديو جديد. هواي صارنا ما مصورين الحمام. تعالوا ويانا وخلنا نسولف شنو صار على الحمام. يلا ليتس جو. اي شباب، بالنسبه للحمام صار لي تقريبا اكثر من شهر ونص انا ما مصور لكم الحمام. طبعا شباب الحمام طقه مرض، الله يبعد عن حمامكم وعن حلالكم كله. بس انا ما اريد الدجاج يطلع. اي شباب، الحمام الزواجل طق المرض، فانا شنو لحقت عليه انه نص النزيلات بعتهن حتى المرض ما يتكاثر عندي. فظلن كم طير عندي هنا، عندي تار مبيض، ظل عندي بس تار. شوفوا بالنسبه للزواج يعني ظل هذا التار عندي. وذني دجاجات مالت ايمن، اللهم صل على محمد وآل محمد، كبرن طبعا كلين ذني ديوتشي، ذني الزغار كلين ديوتشي، ما عدا هرفريه وحده من الزغار طلعت. وهذا الديج هذا حلال ايمن. طبعا هنا مثل ما تشوفون غرفه فرقت من الحمام. خلينا نسولف على الزواج يا شباب. يلا تعالوا انا هسد الباب هذا، انا مود الدجاج ما يطلع. اي شباب، هاي طبعا الخانات ما طقهن مرض، الخانات ما طقهن مرض، بس انا اليوم مطلعهن. هاي الخانه مطلعها، صار عندي انا فرق زويجل اصلي. وذني امهاتي حطت فوق، لكن امهات الثنين. فشباب المرض كلش اثر علي، يعني كلش اذاني، ولحد الان ما رايح من عندي، بعدني ما قاضي. هنا أنا شنو عندي؟ هنا أنا عندي ذني هم اثنين. طبعا الريل هذا مات، زوجته هذا اسود، هذا اسود كذته بالشركه، طبعا ما محجر ولا شيء وخذيته وياي. يعني بالشركه ظل هناك ما يرضى يروح، قلت خلنا نجيبه هنا وزاوجته. المهم خوش ويجل. هنا أنا عندي هذول هم زاجيات، بس ما اعرف شنو نوعهن، كتبوا لنا بالتعليق شباب. طبعا انا هواي اخذ من عندكم نصائح، يعني بعض المتابعين عندهم خبره يعني، فنصحونا شباب. اي شباب، هذا زاجل وهاي الزاجليه طلعت هنا الفرخ. طبعا هاي الزاجليه ولد من سوق الجمعه اعطاني اياها. اذا شفت الفيديو يقول لك الزاجليه مالتك بيضت وفرخت. شوفوا شباب، ما ترضى امي كلش. ان شاء الله يطلعنا فروخ حلوات عندها، ساعتين بس واحد هي. وهاي مطابق نسوي انا من الزوجات، نقول نعمه يعني حلوات. هنا شنو عندنا؟ عندنا هاي ارفليه، ايمن جاب ارفليات اثنين، بس ما من زوجات، عازل يمكن اعتقد هاي النثيه. لو الفحل هذا من النثيه ما ادري، عازله بوحده. يقول حتى شنو يتحورج انه بيزاوج شيء. تعالوا شويه ونصعد فوق، نصعد فوق نراويكم الضيم وطقنا شنو صار على اللوت ما صار على اللوت. يا الله، صعدنا فوق نراويكم اللوت. سولف من هالبرج، يلا من هالبرج ننزل. هالبرج امس سويته، طبعا كانت عندي مساحه لا شايفين بالفيديو السابق. امس سويته، فايمن جاب له شنطير بيه. طبعا ذني هاي وحده لوت، طاها واحد هديه، وذني هم اشتراها من الولد نفسيته هو. شوفوا شباب ذا النوعيتين، هاي الرف اللي قلق عليهم الارفليات ذنهن. هسه عفونا من ذا الشباب. اي شباب، وهذا اللوت. ندخل لكم للوت شباب، مثل ما تشوفون هذا هو اللوت، هذا هو اللوت موجود. طبعا اللوت كله راح، انا هسه هم جاي ابزر من عندهن. شوفوا شباب، هذا مبيض، بعد خليته قلت له بيض، لان صار وايد ما مطلعين وهو ماكو، فقلت خلي بيضا. طبعا شباب شوفوا مثل ما تشوفون مشان نظيف، جاي انظف حتى ما طلع هني، نخاف عليه انه مرض. لكن المرض خطير، مرض الاوكاسيا يسمونه، مش يسمونه، هذا الخطير كلش. هو ضربني والله، اثر علي. والله عندي كم زاج، يعني تقريبا نقدر نقول 8 زواج. ظلن 8 زواج، من زواج بس 8. ان شاء الله نبزر من عندهن يعني 4 زواج ان شاء الله تكاثرهن.
هنا شنو عندنا؟ ها ذني مال صيد شباب، ذني مال. هنا ما عندنا ولا طير، طبعا طير كل ماتن مثل ما قلنا لكم. هنا عندنا ذني شباب، ذني 4، ذني هم طق المرض وكل عالجتهم يعني حقت عليهن. هسه اراويكم العلاجات جبتهن. وعندنا ذني همينه هذا. اي شباب بالنسبة للوت خلينا نسولف وياه، يعني السالفة النهائية. بالنسبة نقولكم للوت، اللوت من 30 طير ظلنا بس 15، ظلنا بس 15 طير. نقول الحمد لله والشكر، قلت الله بس كون المرض يعني يتعدانا. طبعا شباب المرض اذاني كلش، يعني ما تباتين عند طول كل الزينات. نقول يعني الحمد لله، الحمد لله. شو نسوي بعد؟ هاي الكاتب الله. شوف العلاجات ما خليت شي ما جبتهن. هاي علاجات مال ديدان منشطات. وشباب يعني افضل شي جاي انطيهن هذا هو، هذا العلاج، هذا منشط. طبعا شباب كلش حلو منشط هذا. شفت الطيور يعني كلش ارتاحن عليه. ينحط ويا الماي، كل لتر ماي ينحط ويا خشوقة مال شاي الصغيرة. اي نحط وياها واحد، كل لتر واحد. انا ذيك لترتين احط وياها خشوقتين. فشين شباب يعني كلش حلو، جاي يعطين طاقة ونعشين. هم شوي خفف من عندهم المرض، ومستمر وياه هنا بعلاجات. فهو هذا السبب اللي انا قاطع وياكم عن الطيور. بس ان شاء الله راح هالمرة ناوية كلش كافرة. راح اسوي بس جوقة مال تور فرد 20 تار ان شاء الله. بس عندنا ذني هنا 2 وهناك عندنا 2 4، وان شاء الله القادم افضل. نجيب بعد نكثرهن، وهن ولا راح نسوي هم نسويهن يعني. اي شباب هسه شني احنا ما نقطع عليكم الفيديو، ما نقطع عليكم، نقول لكم خلينا نروح نراويكم البطوط. الشباب جميع واحد يشاهد الفيديو خلي يصلي على محمد وآل محمد. ماشي شباب؟ ونقول لكم يلا ليتس جو. شوفوا الحنطة شباب، ما تقولوا ما تعطي الف، والله الطين كلها حنطة درجة أولى، كلها حنطة سقيلات حمص. شباب شبش وياها حمص هذا، بس يعني حنطة وشعير مشابشة، والله كلها مشترين يعني بالاسبوع 4 كيلوات بالاسبوع. وهاي الطيور. وهسه ننزلكم جوا يلا. يا الله وهسه نزلنا حبيب. شو البطوط، شو البطوط شباب. وهاي البوري سويته انا، بس كون الفحل ما ينقرني كل شي مالي. ذني البطوط ننطب جوا نقول يا الله. لا يلعب بس خوف هذي عض. اي شباب ماكو بيض، ندور ماكو بيض. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب صلوا على محمد وآل محمد. طبعا شباب ذني البيضات مكركينهن حد البطة، وان شاء الله يطلعن ومصورين لكم. وان شاء الله بعد راح نقعد يعني بالسر هسه نقعد ان شاء الله كلهن. اي شباب طبعا هذا البورج كلش حلو، يعني مسوينا عملاق، مسوي كلش عملاق. هاي النهار يسيب عن بيض. اي شباب مثل ما شفتوا الطيور والبطوط والحلال مالنا، وان شاء الله مستمر وياكم نحو الافضل وما نقطع. بس كون احنا المرض مال الطيور ان شاء الله يكون تخطيناه، بس بعد يعني موجود هو احتمال يروح الطيور كينيا الحين. نقول بعد الحمد لله اذا راح واذا ظلن. وان شاء الله ان نسوي ابراج جديده ونرتب السطح مالنا. حطونا لايك واشتراك في القناه وحتى نستمر وياكم. وباي باي مع السلامه.